اخر رؤساء العراق اللي راح نكون نتكلم عنهم، عرفت كيف؟ ما عندي مشكله في ذلك، عرفت كيف؟ نعم. انا ما بتحسس لما واحد يتكلم عن العراق، عرفت كيف؟ لانه هذا بلد متخلف مثله ومثل سوريا، عرفت كيف؟ فبالتالي بلد متخلف، نظام قبعي، نظام اجرامي، شعب متخلف، ما راح يطلع منه غير هذا المخلفات اللي انت بتشوفها. طيب كويس، اذا ليش نحن نظل ساكتين خليك في على المستوى اللي الأنظمة نتكلم فيه. المتخلفة ها؟ بشكل عام؟ ليش نضل ورا الشعوب المتقدمة؟ انت عم تقول له ليش قمتوا ثورة وهذا النظام قمعي لازم تطجوا له تحية ليل نهار؟ لا، ما بقول هذا لازم نضل الكلام. ساكتين؟ هيك كنت انا عم ما تحكي بقول مع هذا بشيف؟ الكلام، ما بقول هذا. انت الان تكذب علي. لا بطريقة غير مباشرة لا، انت حكيت تكذب هيك. على لساني، هذا هو مشكلتكم، تفهمون الكلام انت بطريقه مشكلتك غبيه. تو حكيت مع لا بشيف يا برغام، مسجل برغام، لايفك، اسكت يا قلت له لابو برغام. سيف، انت مش شو قلت لابو لا سيف؟ انت، قلت لا له هذا برغام، النظام دمر حما وقمعي، ليش برغام، لا تطلع برغام، مظاهرات ضده؟ برغام، اسكت شويه. انت مش جالس في العسكر وفي الجيش وتتكلم مع واحد جندي عندك، عرفت كيف؟ اتكلم بادب عشان استطيع اخذ واعطي ما معك. انا عم اتكلم انتوا لا، بادب، اسكت ولكن شويه، انت اسكت شويه، اسكت شويه. انتوا الان لما خرجتوا في ضد هذا النظام، انا بقول شو بقول انا بقول ان هذه الانظمه انتوا عرفتوا دمويتها، عرفتوا اجرامها. لما تطلعون ضدها شو بيصير فيكم؟ لا، ما تقدرون تسقطون هذا النظام، راح يغتصب نسائكم، يحط شبابكم في السجون، يلعن ابو سلسفين اهلكم، يحرق مدنكم، يضربكم بالكيماوي، بالغاز، بالبراميل المتفجره، عرفت كيف؟ انا بقول هذا الكلام. انتم ما بدكم تفهموا هذا الكلام، مو انتم كشعب سوري فقط، انتم شعب سوري، شعب عراقي، شعب يمني، شعب ليبي، شعب صومالي، شعب تونسي، شعب مصري، شعب اي حاجه. ليش؟ لانه ما عندكم وعي سياسي. بما انه ما عندكم وعي سياسي، ما عندكم وعي ثقافي، ما عندكم قاعده اجتماعيه، قاعده شعبيه تبنون عليها دوله مدنيه، اكيد لما بتقومون بالثوره، ثورتكم راح تتحول الى مجموعه من امراء الحرب، مجموعه جماعه ربع الله وابو عبشه وابو بطيخ ابو عدس، راح يلعنون ابو سلسفين الناس، والناس بعدها راح تقول يا والله قندرة الاسد ولا جنة الجولاني، هيك راح يصير الموضوع. يا صديقي الناس ما قالت الحكي. اول شيء لما انشقت العالم وبلشت الثوره، والله الناس الان صارت ترجع للنظام السوري الان الان بالخرافات الان 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 والجماعات كمان. لولا لواء فاطميين وزينبيين وايران وروسيا، الاسد انتهى من زمان، وانت بتعرف وانتم الحكي هذا. لولا اجتماع لولا الاسلاميين كل شيعة والبغاشة الدنيا، والشواشة والسعوديين اجتماع كل شيعة الدنيا والافغان بسوريا لدفع والناس عن اللي اجت النظام، قاتلت الاسد فطس معاكم، من زمان، وانتم وانت لحظه بتعرف لحظه، انتم الحكي. لولا هذه الفصائل ما بقى فيكم حدا. لا بدون هالفصائل من البداية. لا، من بمجرد البدايه كان كنتوا جيش حر، بتقاتلون وراجع بالبرنو، التاريخ بداية الثورة، كنتوا بتقاتلون وصلوا بالبرنو. اخذوا 80% من الارض، لحتى استعان بروسيا واستعان بايران واستعان بحزب الله، وما ضل اللي اخذ فصيل هذه شيعي الا الاراضي كلها جابه. الجماعات الارهابيه، مم؟ كلها الجماعات الارهابيه، كلها جماعه الجولاني وجماعه البغدادي وجماعه زهران علوش وجماعه هذه الزبالات البشريه. ما كان لسه لا البغدادي ولا لا الجولاني لا، قبل. بلا بلا بلا، قبل منهم اخذ 80% لا لا، وراجع. مو بكيفك يا ضغام. راجع كان لسه مو راجع بكيفك. 2013. لا لا يا عمي، لا وتاكد. الآن البغدادي كان بيحكم يعني تقريبا ربع سوريا، الجولاني كان بيحكم تقريبا خمس سوريا، عرفت كيف؟ فانتوا انت شو بتتكلم انت؟ انت البغدادي صناعه دلوقتي افهم ايران. افهم افهم. وجماعة البغدادي صناعه زهران ايران، علوش، وكان لحظة عندكم لحظة. بالعراق وبعثتوا لنا اياه. زهران علوش كان عنده البغدادي يا اللي عم تحكي عمي اسمع عنه شوية، اسمع. صناعه اذا انت هالقائد ايران، العسكريه وخايف وبعثتوا لنا جالس اياه من تحكيها، عندكم من العراق. خايف تتكلم، انا ما انا مو خايف مثلك، انا بتكلم مثل ما بدي، عرفت كيف؟ انت ما يعني بتعطي لا دور لا لا بالكلام، تتكلم مع الناس مشكلتك. ببثوثه، عرفت كيف؟ زهران علوش كان عنده فصيل، يعني كان عنده فيلق كامل من الدبابات ومن المقاتلين ومن المدافع ومن القوات العسكريه. انتوا قواتكم اللي كانت تسيطر على الارض، عرفت كيف؟ 80% كلها كانت بيد الارهابيين. جماعه الجيش الحر اللي كانوا يؤمنون بالجماعه الدوله الديمقراطيه مدنيه، 90% منهم كانوا جالسين في تركيا، و10% منهم يحمون المقابر والمزارات اللي خاصه بتركيا للنظام التركي، كلهم كانوا مرتزقه اتراك، عرفت كيف؟ ما كان عندكم لا قوه ولا اي حاجه. اللي كان على الارض يحكم الارض من جماعه الاسلاميين، كلهم كانوا جماعه الاسلاميين، وكلهم كانوا جماعه الارهابيين. فلا طيب تجي تعمل هلا مغالطه. تعطيني دور احكي بدون ما تقاطعني؟ لا لا، انا بقاطع مثل ما بدي، مش ها جالس في مسجد انت. يا صديقي، راجع التاريخ بال 2013،
الثورة سيطروا على 80%، لا كان بغدادي ولا كان جولاني ولا لا غيره. كان في بغدادي لما حاولتوا لا تطردوه من لا لا لا، ما بغدادي. كان بغدادي. لما البغدادي حاولتوا ب لساته 2013، لساته خليني انا بعيد اسمح كان لك، عن خليني اذكرك الساحة. بالاحداث. لما اجت الفصائل الاسلاميه حاولت انها تضرب جماعه البغدادي في 2013، جماعه البغدادي لعنوا ابو سلسفين وطلعوه من المنطقه كلها، عرفت كيف؟ هذا اللي صار. طيب جيت معك وصاروا البغدادي. يضربونكم يضربوكم ومسحت المنطقه كلها، ولاول مره صارت جماعه البغدادي تتصرف كانها دوله ما بتسمح بوجود اي فصيل اخر على اراضيها، عرفت كيف؟ ليش؟ لانكم لو رحتوا جلستوا مع الكويتيين ومع القطريين ومع الاتراك، قلتوا خلينا نضرب هذه الجماعه، لانه هذول الاتراك كانوا يخدعونكم، والكويتيين والقطريين يخدعونكم، قالوا لكم انه روحوا اضربوا جماعه البغدادي حتى نعطيكم مساحه اكثر. فاجى جماعه البغدادي في 2013 مسحوكم من على الارض، عرفت كيف؟ وخليكم محصورين في زوايا معينه. هذا اللي صار معاكم. ليش؟ لان الشعب كله كان يريد الدوله اسلاميه في ذلك الوقت. البغدادي من وين اجى؟ البغدادي عراقي. من العراق، ما هيك؟ ما كان مسيطر عندكم على موصل وغيرها هي وغيراتها؟ نفس الكلام، شو بقول لك، نفس اه الكلام. الفرق انك انت بتنكر هذا الكلام وانا ما بنكره، هذا هو الفرق. يا جماعة بكره انت بدك تاخذ الحديث كله لك. اذا انا طالع في لايفك وبدك تتحكم بتحكي احكي، لطميات، يعني ما انت مثل ما لازم بدك. اللطميات قل لي زين ولا تجيب تستقبلني. سنه من اما اللطميات بتسمعني وتحكي للاخير، شيخك من قبل الحديث. اما يا اما درغام، ما بحب حديث اللطميات، اتكلم باللي بدك اياه، لا تجي انا ما لا تسمع، اتكلم يا عمي اتكلم. كويس، لا تقاطع معناتها، لا بس لغلك. بقاطع، انا مش انت جالس تعطي محاضره في الكليه العسكريه، انا جالس هنا بقاطع لما بشوف الكلام غلط. انت يعني معناتها بدك تاخذ الكلام على كيفك، قاطع. خليني نخلص حديث بعدين جاوب. هيك اصول الحديث. لا انا شيخ اصول الحديث. لا، هيك اصول الحديث. لا انت الان انت يعني يا ضرغام، لا، اذا تستمر بهذه الطريقه يعني انزل وقول انه ما عندي حاجه عدله اقولها، عرفت كيف؟ عندي انا كثير، اشرت بس لك، انت مشكلتك الحديث لا. بدك اياه على كيفك، اما على طيب شكرا كيفك يا او اخي. لا. فانا كونك عندك فرصه عظيمه جدا تتكلم، ضيعتها بشويه مهاترات غبيه كالعاده. محمد، هلا. شو الأخبار؟ إن شاء الله كيف؟ صحتك تمام؟ تمام. كنت عم بتكلم قبل شوي عن موضوع الثورة وموضوع سوريا وموضوع بشكل عام شو صار بسوريا. مم. طب برأيك شو الحل السياسي؟ ما في حل سياسي. يعني كيف لازم كان يتصرف الشعب السوري في الشعب وقت؟ السوري ورط نفسه في ثوره غبيه، هذا هو الحل السياسي. طيب شو يا الحل عمي برأيك؟ عندك ضجه يا عزيزي، عندك ضجه. عندي ضجة، ثواني لحظة. عندك طقطقه على الموبايل، شيل ايدك من الموبايل. لحظة يا أستاذي، لحظة. الآن أفضل؟ تسمعني؟ اسمعك، ثبت الموبايل لا تحركه عشان اسمعك بدون ضجه. نعم. طيب برأيك شو الحل أستاذ محمد؟ مو بقول لك ما في حل، انتوا تورطوا في ثوره غبيه ما جاب لكم غير الدمار، ما في حل. والآن يعني ما عندك اقتراح لحل مثلا؟ أنت ما لازم يكون عندكم عندنا حل. قاعدة ليش؟ سياسية لانه أو ما في. لا انتوا شوف يا حبيبي، الشعب السوري مثل الشعب العراقي مثل اليمني مثل كذا، انتم مخدوعين بشويه اوهام. الغالبيه من الشعب اللي عنده بيده القرار، اللي بيده السلاح، اللي بيده القوه، هذول لا زالوا يمشون وراء الاوهام، وراء الغباء، وراء الشريعه، وراء الدين، وراء يعني وعود الهيه ووعود سياسيه من دول تضحك عليكم. الحل هو انكم ترفعوا الوعي وتتعلموا تمارسون السياسه، انتم ما بتعرفون السياسه. لا الشعب السوري بيعرف سياسه، ولا الشعب العراقي، ولا الشعب اليمني، ولا الشعب الليبي، ولا الشعب التونسي، ولا الشعب المصري، ولا اي شعب من هذه البلدان تعرف سياسه. فعلى اي اساس تقوم لي بثوره وانت ما بتعرف سياسه؟ لذلك اي حاجه بتقومها راح تجيب مجموعه من الارهابيين، مجموعه من الميليشيات الثانيه، وعمليه الدمار راح تكون مستمره. هذه الحقيقه. طيب شكرا لك، بس أنا حبيت أفهم منك شو الحل. أنا بصراحة يعني
اللي بطالب فيه هي حكومة تكون عندنا علمانية تماما كالغرب. هذا يسمى وهم. كان عندكم حكومة علمانية، ليش ما تمسكتوا لا يا فيها؟ سيدي، لا لا، تحاولون هالكلام تصلحوها. أنا هالكلام صراحة ما شفته. بالعكس، كان حكومة بشار أسد تدعم الإسلاميين، ويجي التقرير للشيخ مشان يقوي الإرهاب ويقوي التيارات الإسلامية عندنا في سوريا، وضعف بشدة من المثقفين والواعين اللي عندنا بسوريا أو أصواتهم بشكل عام. مم. هذا الكلام يا سيدي غير الآن صحيح. الآن يعني العلمانية اللي موجودة عندكم موجودة في إدلب؟ أي إدلب يا رجل؟ هذول مو كلهم يعني هذول يعني انت ما كان يعجبك علمانيه بشار الاسد، فلما شلتها جبت لي علمانيه ابو محمد الجولاني؟ انت طبعا. مستوعب احنا وين رايحين؟ لا يا صديقي، أنا لا أقبل اما انت ما مش بالدواعش مهم تقبل الموجودين حبيبي. بسوريا اليوم، أنا برأيي، أنا لي عبد رأي الباسط شخص. ورده، بس اسمع تفضل. كلامي. انا اقول من الف باء المنطق، عرفت كيف؟ انا لما يكون بدي اشيل شغله سيئه، على الاقل اجيب شغله افضل منها قدامها ولو بنسبه قليله. انا الان لما بدي اشيل من النظام الاسد، شو جبت مقابله قدامه؟ جبت ابو محمد الجولاني. فاهم؟ الدواعش مثلا. والأشكال الإسلامية اذا المتخلفة. اذا انا شو عملت؟ انا ما عملت شيء، انا نعم، رجعت 50 خطوه لورا. مزبوط كلامك. أنا اللي عم دور عليه على الحل، نحن أو أنا كمواطن سوري، بتمنى يكون عندي نظام علماني مدني أستطيع أني أعيش بحياة وبكرامة في بلدي. شو الحل برأيك؟ أنا هذا اللي بدي إياه. ما في حل. الحل هو انك تشتغل على مدار 50 سنة 100 سنة، جالسة تعمل وعي عند الشعوب، والشعب يتحول الى علماني حتى تستطيع ان تقيم نظام علماني. اذا الشعب مش علماني، الشعب يعني راح يقوم بعملية يعني انقلاب على اي مشروع علماني، وراح يقتلك، وراح يتهمك بالردة والكفر. لذلك كل المثقفين السوريين، كل الناس المحترمة اللي كانت في سوريا، يا اما صفتها النظام، او اللي نجا منهم صفتها المعارضه، اللي هي هم الاسلاميين، او اللي استطاع يهرب بنفسه، هرب برا البلد. تما... هذه ت... تماما، هذا بتكلم ليش في. هذا؟ انا ليش اقول هذا؟ انا مش في بصدد اني اعرض لك تاريخ واعرض لك احداث، هذا كل الناس عارفه هذا الكلام اللي بقوله. ليش هذا الكلام؟ لان الشعب ما عنده وعي. الشعب يجي لك واحد مثلي عنده لحيه يقول الله اكبر، يجي يلاقي له فصيل وراه ب 5000 واحد، عرفت كيف؟ يجي واحد محترم مثقف ماسك قلم يتكلم عن الديمقراطيه والعلمانيه، ما راح يلاقي 50 واحد وراه. هذه الاشكاليه. ليش؟ لأن الوعي متدني لدى الناس. لما الوعي يكون راقي، نعم. الشعب يكون علماني، الشعب يكون قادر على استيعاب الدولة المدنية والدولة الديمقراطية، وقتها راح تستطيع أن تقوم بدولة ديمقراطية، بثورة ديمقراطية وثورة علمانية وثورة على وفق معايير حقوق الإنسان. لما الشعب يكون إسلامي متشبع بالتراث الإسلامي، عرفت كيف؟ لما بتقوم ثورة، كل الناس اللي راح تحمل السلاح كلهم راح يكونوا من جماعة ربع الله وجماعة أبو عدس. أنا بوافقك الرأي، طلعت قبل معك وقلت لك نحن بحاجة إلى زلزال ثقافي صراحة في مجتمعاتنا. ولكن المشكلة صديقي محمد أنه حتى الأنظمة العربية هي بتقوي من التيارات الإسلامية في الداخل العربي، وهذا ليش برأيك؟ لصالحها. ليش برأيي لصالحها؟ صح. أنا بيجي شيخ، عفوا لمقاطعتك، بيجي شيخ كلب متشدد قذر إسلامي، بكلمتين بهيج شعب كامل. اطلعوا كسروا، اطلعوا طنجروا، اطلعوا تظاهروا، اطلعوا قتلوا، اطلعوا اذبحوا. عبارة عن شخص تافه ما لا يملك شهادة تاسع بيتحكم في شعب كامل. فمن مصلحة الحكومات العربية أن يكون لها هيك أتباع. وانت تعلم بما أنك كنت عايش في سوريا وبتعرف كيف الوضع في سوريا، حتى الشيوخ اللي في جامع صغير عبارة عن مترين بمترين، يجي ورقة من المخابرات تكلم وادعي على اليهود، وادعي على المسيحيين، وادعي على المدنيين، وكفر، وادعي لنا لبشار أسد لا تنسى في النهاية، أو على حافظ أسد. لهيك من مصلحة. شوف حبيبي يا امجد، يعني تفضل. احنا لازم اذا اردنا يعني نتكلم عن وضع شعوبنا، نحتاج اننا نكون واقعيين ونكون عارفين الحال. يعني انا جيل وجيلك يا ابن عمي، يا بعد عمو، يا روح عيوني، يا بعد شدي، جيلي وجيلك ما ممكن انه يعملوا تغيير حقيقي في هذه البلدان. اذا الحل شو هو؟ الحل اننا نشتغل، نعمل وعي، نعمل قدرة على أننا الناس يرتفع لديها القدرة، الثقافة، الوعي، السياسة، الديمقراطية، حقوق الإنسان، موضوع الدين، موضوع الميتافيزيقيا، المنطق، العقلانيات، كل هذا الكلام. لما يوصل درجة وعي الشعوب لدرجة معينة، هي اللي تكون قادرة على تغيير الأنظمة. قبل ما نعمل هذا الشيء،
الناس عاملين مثل يعني مع احترامي الشديد مثل البهايم. انا ما بدي، انا لما يكون عندي مجموعة بهايم يا سيدي، ما بدي انسان واعي مثقف يقول لي إياه. انا احتاج كلب او كلبين، واحد على المقدمة، واحد على على الشمال، واحد على اليسار، يسير لي هذا القطيع. واحتاج مجرد عصا. عرفت كيف؟ هذه هي فكرة قيادة الدول العربية. إذا الشعب كان عنده وعي وعنده قدرة وعنده إمكانية أنه يجي ويتكلم مع الناس ويقنع النظام ويؤثر على مؤسساته الداخلية، راح يصير تغيير تدريجي بطيء، ولكن راح يصير هذا التغيير. لما يوصل لدرجة معينة النظام بنفسه راح يسقط بعد فترة. عرفت كيف؟ ما يقدر يستمر في هذا الوضع. هذا الذي يسموه التغيير الناعم. عرفت كيف؟ القوة الناعمة. احنا ما بنعرف هذا الشيء. هذا متى يصير عندنا هذا الكلام؟ لما احنا تكون عندنا وعي بانه انا استطيع ان اغير خلال هذه ال100 سنة القادمة. ولكن طالما انا افكر انا لازم اعمل ثورة عشان اغير النظام، ايه غيرت النظام. الان عمل ثورة في مصر، شو حصل؟ شلت الرئيس الجمهورية، حاولت اني اعمل، اجاني الاسلاميين حكموا البلد. حاولت اعمل نفس الكلام في سوريا، نفس الكلام. رحت عملت ثورة في اليمن، اجاني الحوثيين بيحكموا البلد. حاولت اني اعمل يعني ثورة في العراق، نفس الكلام. ما بيصير. ليش؟ لأنه الشعب مش موجود. الشعب راح يستقطب في صالح هذه الجماعات الإسلامية. ما أقدر أعمل أي شيء ثاني. ولكن في مشكلة يا صديقي، انه انت تحارب من طرفين، ان كان من الحكومات، يعني انت كتنويري او انا او اي شخص موجود اليوم معنا مثلا، في مشكلة انه احنا نحارب من الطرفين، ان كان من الحكومات نفسها بيكتموا اصواتنا عبر الاعتقال وغيره وغيراته، او حتى من جماعتنا المسلمين وغيره وغيراته، كمان بيذبحوا فينا وبيصلخوا فينا، ملحد اقتلوه اذبحوه حد الردة والخ، وانت بتعرف الامر. ما في طريق، يعني انا بصراحة ما بعرف، انا عجزت عن وجود حل. انت بتتكلم انه لازم يكون عندنا وعي، طيب ما عم بيخلوا للتنويريين لأنه او أنت الآن عندك إنترنت يا حبيبي، عندك الإنترنت، عندك التيك توك، عندك الفيسبوك، عندك اليوتيوب، عندك التويتر، عندك ما أدري شنو. اشتغل هذه القنوات، هذه المنصات، واشتغل على موضوع الوعي عندك. العملية راح تكون بطيئة في البداية، ولكن في نهاية المطاف احنا عملية التواصل الاجتماعي راح تخلي هذول الناس تتلاقح أفكارهم مع بعض، وراح يصير هناك وعي. ولكن ضروري اننا نعرف العمل بطريقة صحيحة. في حاجة اسمها خطاب تدريجي، في حاجة اسمها خطاب أولويات، في حاجة اسمها الركائز الأساسية، في حاجة اسمها أنا مين أحيد عن معركتي ومين أدخل في معركتي. هذا الكلام كله إحنا ما عندنا. لما يصير عندنا هذا الكلام راح نشتغل بطريقة صحيحة، راح تأثيرنا راح يكون أفضل. وانا متوقع انه هذا الكلام راح يصير. يعني انا بس عشان يعني تعرف وجهة نظري، انا ما اعتقد انه الوضع بهذا السوء حاليا. انا اعتقد انه خلال يعني 10 20 سنة جاية راح تكون عندنا قاعدة جيدة راح تؤسس لقيام دول ديمقراطية بعد 50 سنة او 60 سنة. يعني انا اؤمن بهذا. ولكن هذا الكلام انا ما راح اكون جزء منه. ليش؟ لانه مستحيل ناس من مثلنا عاشوا في دول متخلفه، عاشوا في انظمه متخلفه، عاشوا في مجاميع متخلفه، نكون احنا رواد التنوير في هذه الدول. ما يمكن. لابد ان يخرج من هذه الشعوب ناس عقولهم نظيفه، مش مثلنا. كيف يعني مش مثلنا؟ ما فهمت صراحة. انا مش مثلك، انا اتكلم عن نفسي يعني. لا لا، عن نفسك ولكن هيك. مثلا عن نفسي، مثلا لما اتكلم انا واحد رجال قضى حياته كله في المساجد وفي كذا، انا شو التنوير اللي راح اقدمه للناس؟ ولا حاجه. فبالتالي انا لازم اطلع من راسي فكره انه انا اكون جزء او قيادي او شغله مهمه في هذه المعركه. اتكلم، نعم، اروح اعمل، اسوي، ولكن غيري اللي راح يجي يحصد هذا الكلام، مو انا. مهم. أتمنى هذا الشيء يحصل صراحة. أنا طيب يا كان عندي سيدي. بس هالسؤال هذا. أشكرك وأشكر السيد حبيبي، أحمد اهلا وسهلا. حرقان. شكرا وارجع. لكم جميعا. شكرا شكرا. السلام. احبك، يا اهلا وسهلا. أهلا أهلا أستاذ محمد صالح، أستاذ أحمد، أهلا بكم. اهلا صوتي وسهلا. مسموع؟ نعم، مسموع، تفضل. أهلا. أوكي.
أوكي، بس موضوعنا إحنا حيكون شوية متغير على زواج القاصرات إذا أمكن، ولا لا واحنا والله موضوعكم كان سوري؟ في كذا يعني زواج القاصرات اليوم كان في بث وكان في نقاش طويل عريض فيه يعني. نعم، هو أنا كنت يعني يعني حبيت، بس يعني أنا لأن أهتم لوجهة نظرك، فلهذا السبب أنا يمكن وصلتك صورة خاطئة عني، فحبيت إنه بس أصحح أو يعني نتناقش فيها أو أسمع رأيك كذلك. فأستاذ محمد صالح، مثلا هل هناك مراهقين خطر على المجتمع وخطر على البيئة التدريسية أو في المدرسة؟ نعم، طبعا أنا دائما وابدا اكيد. وجدت هؤلاء يعني كثير. وفي مثلا كذلك انه انا كوني انا طبعا مثل ما قلت انا خريجة علوم مش تدريس، لكن اضطريت انه اشتغل في مجال التدريس، ولاحظت الاستخفاف يعني بالتدريس من قبل بعض الطلاب، لأنه معاييرهم أنه الدراسة والثقافة والعلوم ليست لها معيار غالي أو قيم بالنسبة لهم، وهذا آتي من بيتهم يعني أو من البيئة اللي أتوا منها. فبالنسبة أنا للطبقة اللي مثلا نقول الأندر بريفليجد، أوكي، اللي أندر بريفليجد. بس معلش انه انا شويه انسان متقلب طالع من المساجد، لو تكلميني بالعربي عشان افهمك افضل اذا ممكن. اوكي، انا مثلا لان مرات من تترجم للعربي تصنف انه مثلا لا انا ما اتكلم بفهم ما بطبقيه او بفهم كذا. الكلمه اللي بتقوليها عزيزتي لميس، يعني ما بفهم اوكي، الكلمه. مثلا اللي هم دون المستوى او اوكي. الطبقه المسبوقه او كذا. الاندر بريفليج يعني في مرات من تترجم تكون معناها جدا يعني ما مقبول فيش عند الشعوب العربيه، اللي مثلا مستواهم يعني بنقول ضحل او ما بعرف، فهمت انت قصدي؟ نعم. اوكي. ف هم معاييرهم يعني بكوني انا درستهم، اضطريت يعني معاييرهم تختلف. بالنسبة الطلاب أوكي، بما أنه تعرف في الغرب إلى الحق لكونه هو ماينر، فبعض المدرسات والمدرسين يقضى على حياتهم، ومنها ما في مدرسات اغتصبوا، في مدرسات قتلوا، وكذلك مدرسين قتلوا. وأنا مثلا كنت آخر شيء اللي اضطريت أنه أخرج من هذه المدرسة، وقلت أنه أنه مهنة التدريس أسوأ مهنة، لأن في كانوا 2 طلاب حاملين موس وكانوا يعني بيتعاركوا. أنا طبعا لازم أتدخل لكوني آلة كبيرة بس ما وأحمي عندكم باقي. مثل هذه اللي عندنا هنا منظمة الشؤون الاجتماعية، لما بيصير طلاب أو في شباب يعني يافعين أو مراهقين بهذا الوضع، تجي دائرة الشؤون الاجتماعية تأخذهم وتحطهم في أماكن خاصة لرعاية الشباب، يعني ما عندكم أنتم هناك عندكم نفس نعم، الشيء؟ لا طبعا، وفي إصلاحيات وفي الكثير وفي هذا، بس إنه الوقت اللي أنا مثلا في إعطائي للدرس ودا أشرح، ومثلا بس درت ظهري دا أتكلم يعني على السبورة أو على البورد يعني الوايت بورد، أوكي، وصارت سمعت إنه عركة، يعني صارت إنه بس اندارت شفت عركة، أوكي، وبينات يعني 2 شباب يتعاركون بالمواساة، وأنا كنت في نصهم، أوكي. هم بعدين إلى أن دق جرس الإنذار يعني وأخذوهم، بس بهذه الحالة أنا يمكن أعرض نفسي للخطر، وكوني أنا مش يعني هم ماينرز، هم ما حيت يعني المحاسبة عليهم أقل، أوكي. يعني مثل ما قلنا في مدرسات يعني فقدوا حياتهم بسبب ماس شوتينج مثلا في المدرسة، يعني باستخدام مسدس، وكونهم ماينرز ما أخذوا حكم قاسي أو مش حكم قاسي، بنقول حكم عادي يعني عادل. ما دا أقول ما في عدالة، كأنما كونك بس لأن كونك أدلت يعني بالغ بيقول لك طبك مرض، خلي أنت إيش إذا وذا قتلك ماينر، أوكي. فعلى العموم هذا أنا حبيت أتركها هسه على جنب. بالنسبة للطالبات، في طالبات لاحظت ينظروا لي أو يعني بيسوون حركات بوجههم، يعني ما أقول لك شيء، يعني اللي يعني اللي واحدة اللي بالكبرة والساقطة ما تعملها هاي الحركات. فأنا كيف كان يعني قصدي حركات مثل شو؟
يعني يعني تسألها تقصدين مثلا إيماءات تغمزها جنسية وكذا؟ ايوه يعني انا بخاف انه لا تقول تغتصبني هذه. بسألها تتكلمين سؤال عن يعني أولاد بتقول لي ولا لا بنات يكون يعني؟ ها تتكلمين عن سواء أولاد ولا بنات؟ طلاب او نساء او اناث. مم. لهذا اناث كذلك اناث يعني. فانا بالنسبه يعني يعني حتى في مدرسه سويديه يعني من عندكم قالت اسوأ مدرسه اسوأ شيء هو مهنه التدريس، وكانت كذلك اشتغلت لان مع لاجئين. مم. فعلى العموم فهذه بالنسبة إلي اللي أنا مثلا بشوفها تعمل هذه الحركات المخيفة اللي مثلا تهديد فيها مبطن. ويعني شايف بالأفلام كيف يعني هذول اللي مثلا بنات الشارع اللي كيف يعملون هاي التوعد والما أعرف إيش. أه واجبي أنه أحمي باقي الطالبات من هؤلاء يعني هاي الأشكال. فأنا اللي طالبته من يعني مثلا نقول لهم للنسويات انه نكون عقلانيين وواقعيين، مش انه نحلم احلام ورديه انه كل فتاه تطالب بالدراسه. لا، هذا ما بالدراسه وتعليم نفسها. لا، في طالبات ما يعني اطلاقا الثقافه مش معيارهم، وجدا يحتقرون ويستخفون فيها. عندهم غير يجرون وراء غير يعني قيمهم تختلف عن قيمي أنا، ولازم كل واحد يدرك بهذا الشيء. أوكي يعني حتى مثلا يعني فلهذا يعني هذول الناس اللي بيكونوا مثل هذا يعني يحرموا من التدريس ولا شو ينعمل معهم؟ أنا لا، مش قصدي إنه يحرموا من التدريس، لكن مرات وجودهم خطر على مثلا طالبة نوعا ما صح هي مجدة، صح عندها إمكانيات جيدة، لكن إنه هذه تحاول إنه تجرها إلى الطريق اللي هي تسلكه. أنا أطالب يعني بالشرق الأوسط، ماذا أتكلم عن الغرب، في الشرق الأوسط مثلا حماية كل قاصر اللي تحب إنه تكمل دراستها، اللي هذه مثلا هي يعني إحنا اللي مثلا هي يعني أساسا هي وضعها إنه تقدر تتزوج، تقدر ما يعني نقول هي مش حق دراسة، مو حق يعني مو حق دراسة. هذه أنا ما يعني أعرف شو انت يكون بتقولين وضعها، انه لكن في على الأقل الشرق حماية. الاوسط، بس خليني اشوف اذا انا فاهمت صح. هذا انت نعم. بتقولين ان يعني بعض البنات اللي بتكون ما بتنفع للدراسة، ها، ان نطلعهم من المدرسة ونزوجهم؟ أنا مش أقول أطلعهم من المدرسة، هم أساسا طالعات من المدرسة، هم أساسا طالعات من المدرسة، لكن اللي أنا أريد حماية اللي مثلا إلها استحقاقية إنه تدرس وتكمل، ويعني وإنه ما يجروها للزواج القسري، أو مثلا هي ما بتعرف إيش عم تعمل. حتى يعني في مثلا كانت معايا أتذكر لما كنا ببغداد، أتذكر كانت ويانا طالبة يعني هي إمكانياتها بالدراسة نوعا ما جيد جدا نقول، لكن غرر فيها وتزوجت من شاب يعني نقول زنقين وغني. أوكي هذه لا، أنا أطالب بحمايتها، لكن في طالبات يعني مش مكانهم الدراسة، وأنا أخاف على بقية الطلاب منهم. طيب مثل ما قلت هذه هذا اللي هذه يتعارك في مشكلة. ما بتشوفين انه هذه مشكلة بالدرجة الاولى؟ المفروض ان وزارة التعليم مع وزارة الشؤون الاجتماعية انها تلاقي حل لمثل هذول الناس، يعني صح؟ هي مش قصة إنه حل، يعني أنا بس دا أقول للنسويات يعني على الأقل يعني فكروا في مثلا حماية الجهة المحتاجة للحماية. زواج القاصرات ما حينلغي من الإسلام إطلاقا، ما حينلغي، مثل ما الجهاد ما حينلغي. هذا شيء استحالة إنه نلغيه من الإسلام. لهذا السبب إحنا يعني في ناس تركوا الإسلام من ضمنهم أنا، في أشياء أسس بالإسلام منها زواج القاصرات، هذا ما حنقدر نلغيه. هل نقدر نلغيه؟ والله السيدة لميس، صدقا أنا بحاول أفهم الفكرة. يمكن أنا شوية تعبان، صار لي 6 7 ساعات فاتح بث، مش بحاول أركز أشوف أفهم الفكرة اللي أنت بتقوليها. يعني الآن مثلا عندنا النسويات شو بتقول عشان أفهم
هم المفروض شو ما يقولوا يعني. اوكي، النفويات بيعاملوا كل الطالبات او كل الطفلات انهم يعني لديهم نفس الافكار ونفس نفس التطلعات ونفس الاشياء، يعني هذه اللي قلت لك اياها، لكن هم لا، مش كلهم لديهم نفس التطلعات. كيف مثلا احنا نتعامل مع مثلا شخصية مثل ما قلت لك على هذه الطالبة اللي مثلا هي مش مستخفة في الدراسة واهتماماتها غير شيء، ومثلا تقدر انه هي اساسا لها تقيم علاقات وحامل اصبحت يعني، وتستغل يعني تقدر تتلاعب بزملائها من اجل يعني اخذ اموال بحجة إنه حتى تجهض أو ما أعرف إيش، بتقول له أو أهددك أو فيه يعني يستعملون هذا الأسلوب. أستاذ نبيس، هذه مش معنى إن مش كلهم لديهم نفس التطلعات مش معنى كده إن ليس كل الأطفال لديهم نفس الحقوق. لا، هم كلهم ليهم نفس الحقوق في إن هم يحصلوا على التعليم، وإن هم يتم حمايتهم من الزواج وهم قُصَّر وهكذا. الحل فيه حلول كتير بتطبق، فيه حلول اللي احنا بنفصل، يعني ما بنبقى ممكن بندخل نفس المدرسة دي حلول بإمكانيات بسيطة، يعني بنشوف الطلبة المتميزين وبنبتدي نفصلهم مثلا عن الباقين. في حلول يمكن ان تطبق، ممكن يدرس دراسة مجتمعية ونشوف ايه الحلول اللي ممكن تطبق. انما